السلام عليكم والصلاة والسلام على رسول الله. رجعنا لكم اخوان فيديو جديد مع حمزة معلومات. كما شوف لامينياتير غادي نتكلمو على الزيادة في الأجور. أول حاجة الإخوان غادي نشوفوها، غادي نتمنى بأنك تشترك معايا في القناة إلا كنت أول مرة كتشاهدني، وتفعل زر الجرس باش يوصلك أي جديد. وأي قبل الفيديوهات غادي نشكرو الناس اللي كيحفزونا والناس اللي كيشكرونا على المعلومات ديالهم. كنشكر بزاف اي واحد تابونا معايا ودار جيم وفعل زر الجرس وبارطاج الفيديو. ومن اخوان 2024 ما بقى ليها والو وتخرج، و الحكومة ديجا وعدات بزيادة في الأجور على سواء القطاع الخاص أو القطاع العام. والحكومة الإخوان كلشي تيتسنى القرار ديالها، وكلشي كيتسنى شحال غادي تتم الزيادة وإمتى غتكون الزيادة ديال الصالير بالنسبة للناس الدخل الفردي اللي كنسميوهم السميك. ولهذا اجتمعت الحكومة وخرجت بقرارات، منهم خفض الضريبة على الدخل وزيادة في الصالير بالنسبة للناس الموظفين، الناس الشاغلة القطاع العام بحال أساتذة، بحال أطباء، بحال بزاف ديال الناس اللي تيخدمو في الجامعات. وبالنسبة للناس ديال السميك هما العمال اللي داوي الأجر العادي اللي هو السميك اللي ما كيفوتش 3000 درهم. الزيادة في الأجور الإخوان كيفاش غادي تكون؟ غادي نحسبوها وغنعطيو واحد ليكزومبل، وفي آخر ديال الفيديو غادي تشوفو وغادي تسمعو خبير شنو غادي يقول لها. نشوفو واحد الاكزومبل الإخوان. بالنسبة للقطاع الخاص راه غتكون الزيادة في المبلغ الحد الأدنى قانوني للأجر في النشاطات الغير فلاحية اللي هو السميك بنسبة 10%. هو حاليا 3111، وفي يناير 2025 غادي تزاد 5%، غادي تولي 3266 درهم فاصلة 55 سنتيم. وبالنسبة للزيادة الأخرى الإخوان اللي غتكون في 2026 غادي تكمل 3000، غادي تزاد 5% أخرى، هي 10% اللي وعدات بها الحكومة، وغادي يولي السميك 3422 درهم. وبالنسبة للإخوان لكل من القطاع العام، أساتذة وأطباء والناس اللي كيخدموا مع الدولة، والناس ديال الموظفين ديال الجماعات الترابية، الناس اللي معاقدين مع الدولة غادي يتمكنوا أو غادي تكون عندهم تحسين المدخول ديالهم ب1000 درهم اللي كانت وعداتهم الحكومة، اللي ديجا خداو منها العام اللي فات 500 درهم، وغادي ياخدو 500 درهم أخرى في يوليوز، من فاتح من يوليوز في 2025 درهم، وهكا غتكون كملات 1000 درهم. وبالنسبة للإخوان القطاع الفلاحي راه غتكون زيادة، وهاد القطاع الإخوان راه متضرر بزاف، الصغير عندهم طايح. دونك من حاليا 2303 دراهم غادي تزاد 5%، ماشي في فاتح يناير وإنما حتى فاتح أبريل. دونك شهر 4 غادي تزاد 5%، غادي تولي 2418 درهم فاصلة 23 سنتيم. هادشي بالنسبة للقطاع الفلاحي الإخوان. و في 2026 فاتح أبريل كذلك في شهر 4 غادي تزاد 5% أخرى، غادي تولي 2533.38 درهم. كنتمنى الإخوان أنكم تكونوا فهمتوا المغزى، وكان هادشي بسيط عليكم. وغنحسبوا الإخوان
اللي غنفهمو نشوفوا الإخوان باللي قبل 2025 النت ديالو الاجر ديالو هو الصافي هو 6000 درهم ناقص 232 ديال السنسيس ناقص 117 ديال لامو 232 درهم ناقص ديال 53 درهم ديال الضريبه على الدخل، كتبقى لي 5597 درهم. 53 درهم ابتداء ديال من الضريبة 2025 الدخل، غيولي النت ديالو اللي غياخد هو 6000 درهم ناقص 5997 درهم. دائما لا سينيسيس، نحيدو لا سينيسيس ونحيدو لامو ونحيدو الضريبه ولا تزيغو، غيولي عنده الصالير ديالو تزاد غيولي 5650 درهم. اذا هذا السيد هذا ولات عنده كانت عنده 5597 قبل 2025، ومن بعد 2025 ولا انطلاقا من 2025 يولي عنده 5650 درهم زياده 53 درهم في الصالير نت ديالو. هذا التأثير اللي ولا عنده من بعد مشروع قانون المالية في 2025 غيتزاد الصالير ديالو نت 53 درهم فقط. فهذا هو الطابلو اللي كانت النقابات نشرته بعد الاتفاق اللي كانت تسنى مع الحكومة. هنا كيبين مبالغ أخرى، كاين اللي عنده 5000 درهم مثلا كيتزاد ليه الصالير ب 150 درهم. حنا شفنا الحاله ديال 5200 درهم غيتزاد ليه الصالير ب 53 درهم. فوالا هذا هو الطابلو اللي تافيشا. دونك من بعد ننتظروا واحد الفيديو اخرى غنشوفوا الناس اللي عندهم لي صالير ب 7000 و 8000 درهم، ومن بعد غندير غادي تزادك. المهم الاخوان غادي نشوفوا. المهم اخوان كنطلبكم باش تشاركوا في القناه وتفعل زر الجرس باش يوصلك اي جديد. هذه الإجراءات الضريبية مع الخبير في المجال الاقتصادي محمد جدري. أهلا بك. اهلا وسهلا. ما هي أبرز الإجراءات الضريبية الجديدة؟ شنو هي الإجراءات اللي غتكون جديدة بدخول سنة 2025؟ كاين مجموعة من الإجراءات الضريبية اللي غتقيس يعني بدرجة أساسية كل الأسر المغربية. أولا ممكن نبداو بكل ما يتعلق بالضريبة على الدخل. هذه أمور اللي هي أساسية، فيها 3 نقاط اللي هي مهمة. أول حاجة كل الأشخاص اللي اليوم كيتقاضاو واحد الأجر ما بين 2500 درهم و 3323 درهم ما غاديش يبقاو يخلصوا الضريبة على الدخل. هذا أمر اللي هو إيجابي. هادو غادي يتعفاو من الضريبة على الدخل بصفة نهائية. وأصحاب الدخول المتوسطة واحد الأشخاص كيتقاضاو ما بين 5000 درهم حتى ل 15000 درهم غتزاد لهم ما بين 166 درهم الى 400 درهم، وبالتالي كذلك غيعزز لهم القدرات الشرائيه ديالهم. والامر الثالث هو ان خصك تبسط لينا هذا مثلا اللي معفي من الضريبه. فهمنا انه الناس اللي عندهم دخل شهري ما بين 2500 درهم و 3333 درهم. مثلا شخص عنده راتب شهري فيه 10000 درهم، اللي عنده 10000 درهم غيربح ابارتيغ من الراتب ديال جونفي 2025 غتزاد ليه 400 درهم في الاجر الضريبي بطريقه غير مباشره. وبالتالي يعني الناس اليوم اللي كيربح 5000 درهم او 6000 درهم او 7000 درهم حتى ل 15000 درهم غتزاد ليه ما بين 166 درهم و 400 درهم. ما فوق 15000 درهم هل مشمولين بهذا؟ حتى هما مشمولين بالضريبه هذه، ما غتزادوا ما بين 450 درهم حتى 500 درهم. ولكن اصحاب الدخول المرتفعه اللي كانوا كيخلصوا 38% من الضريبه ابتداء من السنه المقبله غادي يخلصوا فقط 37%. كاين اجراءات اخرى اللي هي مهمه كذلك، كل ما يتعلق مثلا اليوم عندنا مشكل في الاسعار ديال اللحوم على المستوى. بغيت نوقف عند هذه النقطه سي محمد جدري. كاين فتح باب استيراد زيت الزيتون امام الخصاص في هذه الماده في ظل التغيرات المناخيه، في ظل 6 سنوات صحيح. كانت بدون مطر، في انتظار الله يرحمنا في القادم أمين. ان شاء الله. هل من اجراءات ضريبيه ستكون مشموله بهذا الشق؟ كنتكلموا على زيت الزيتون، اللحوم الحمراء، لانه كنعرفوا الاسبوع اللي فات فتح باب استيراد اللحوم الحمراء. صحيح، هذه امور اللي هي مهمه، لان اليوم عندنا اسعار ديال اللحوم واسعار زيت الزيتون على المستوى المحلي هي مرتفعه. اليوم اللحم وصل 120 درهم وزيت الزيتون وصل اكثر من 100 درهم، وبالتالي المعروض من السلع على السوق المحليه هو ما كيكفيش الطلب المحلي. اليوم فتحنا باب استيراد نحو الخارج باش ان
ان مجموعه من المستوردين يستوردوا لنا اما ابقار، اما يعني ماعز، اما اغنام، اما مجموعه أو لحوم اللي طريه او طازجه او مجمده، باش ان تدخل السوق المحليه ويولي واحد الطلب، واحد العرض اللي هو اكبر من الطلب اللي كاين، وبالتالي الاسعار ديال اللحوم تنزل واحد المستوى اللي هو مقبول. يعني نرجعوا مثلا للمستويات اللي كنا فيها على الاقل. يعني التجربه ديال استيراد خروف العيد ما لم تجب على هذا السؤال، لانه فتح باب استيراد الخروف ولكن ما كانش بثمن في اليوم اللي خصنا نمشيو فيه هو ان خصنا صغار مستوردين ومتوسط المستوردين حتى هما يستوردوا، ما يبقاوش فقط غير هذوك كبار المستوردين هما يستوردوا، لانهم ملي كيسودوا بوحدهم كيتحكمون في السعر على المستوى المحلي وكيجيبوا على المستوى المحلي هنايا كيبيعوا الصغار بواحد الثمن اللي هو كبير. اليوم خاصنا نفتحوا الاصطياد امام الجميع، وهذا امر مهم. شنو هو؟ ان هذه الرسوم الجمركيه حتى شي واحد ما غادي يأديها، اما صغير او متوسط او كبير، وبالتالي اي واحد يمكن ليه اليوم او غدا انه يمشي يستورد اما لحم مجمده واما ابقار يعني حيه باش يجيبها يبيعها في السوق المحليه، باش يجيبها يبيعها بثمن يكون في متناول المغاربه كاملين بطبيعه الحال، لان السيد المغاربه واحد الربح كبير جدا. الا شراها يعني في السوق الدوليه بواحد الثمن اللي هو مناسب مع الترونسبور ديالها ملي غيجيبها للمغرب، ممكن ان يبيع اللحم مثلا بواحد 80 درهم او 85 درهم. هنا كتطرح اهميه المراقبه، ولكن هذا ماشي شي خروف عنده، لانك انت خبير في المجال الاقتصادي. ما هي النقاط التي سيحملها مشروع قانون الماليه دائما في الشق ديال الضرائب؟ كنتكلموا على عقود التشغيل. كاين واحد الامر اللي هو مهم جدا وتفضلتي له استاذ سناء، كل ما يتعلق بعقود التشغيل، لان هذا امر كان مؤرق لمجموعه من المقاولات اللي كتجي للمغرب. عندنا واحد مجموعه من المقاولات الكبيره اللي كتجي ديال صناعه السيارات، صناعه الطائرات، في النسيج، في الالبسه، في السياحه، في الصناعه التقليديه، مجموعه من الفاعلين اللي هما محليين او اجانب، ولكن كيصطدموا بواحد الواقع اللي هو قانون التشريعي اللي كان خصنا نتجاوزوا. لحسن حظنا ان مشروع قانون الماليه اللي اول مره هذاك كونترا انابيك اللي كنسميوها يعني عقد ديال الادماج اللي كتعفي هذاك المشغل من اداء الضريبه على الدخل ومن اداء التحملات الاجتماعيه، يعني كل ما يتعلق بالسنستيس. وبالتالي هذا الاجراء هذا فتحناه لاول مره امام الشباب والشابات بدون دبلومات، لان الى عاد قريب عندنا مشكل كبير، وان مثلا كيجي واحد المستثمر مثلا في بوقنادال او مثلا في قنيطره كيبغي يخدم مع الناس ديال المدينه، هذوك الناس كيقولوا انا يمكن لي نكونهم واحد الشهر او شهرين، ولكن خصني نستافد كونترا انابيك. كتقول لي انابيك ما يمكن لياش لان القانون يمنعني. اليوم هذه القضيه حيدناها، وبالتالي اليوم جميع الشباب والشابات المغاربه بامكانهم الاستفاده اللي كنسميوه بالدارجه كونترا انابيك، يكون عندهم دبلوم او ما يكونش. هذا امر مهم جدا يمكن لي انه يقلص من. المهم الاخوه الفيديو ديالنا سالق، فضلا ليس امرا. كنعاود نذكرك باش تشارك في القناه الا ما كنتيش مشترك، وتفعل زر الجرس وتبارطاجي هذا الفيديو مع الناس اللي مهتمه. السلام عليكم، نتلاقاو في فيديو جديد.